السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر أبو هاشم ودي قناه تعلم تي في. من الحاجات الجميله اللي الواحد بيتعلمها الفتره اللي فاتت دي في كتاب فن اللامبالاه لعايش حياه تختلف عن المألوف للكاتب الكبير مارك مانسون. اتعلمت من الكتاب ده حاجات كتير جدا. يعني اتعلمت ان الحياه دي عباره عن حته ذره ملهاش 30 لازمه. يعني الكاتب لخص الحياة دي في فصول وشباتر. لما تقعد تدور في الحياة كلها مش هتقدر تجمع اللي في الكتاب ده. من ضمن الحاجات اللي أنا وقفت عندها أو استوقفتني في الكتاب ده حتة أنا معلم عليها. تعالى أقرأها لك. بيقول لك إيه؟ ها هي مشكلتنا الآن، إن مجتمعنا اليوم من خلال الأعاجيب التي تفعلها بنا ثقافة الاستهلاك ورسائل من قبيل انظر إلى حياتي أجمل من حياتك التي تمطرنا بها وسائط التواصل الاجتماعي، قد أتيح جيلا كاملا من الناس الذين ينظرون أن امتلاك هذه التعابير السلبية، القلق والخوف والإحساس بالذنب، أمر غير جيد على الإطلاق. ما أعنيه هو أنك اصبر بقى. يعني شوف جمال التعبير في الحتة دي. بيقول لك ايه؟ هو انك اذا نظرت الى ما ياتيك عبر الفيسبوك فانك تجد ان كل شخص في العالم يعيش وقت رائع. انظر، تزوج ثمانية اشخاص هذا الاسبوع، وقد ظهر على التلفاز قناة في 16 من عمره حيث حصل على السيارة فيراري في عيد ميلاده. خلينا نقف هنا. الراجل في الحتة دي كان عايز يقول ان كل وسائل التواصل الاجتماعي وان حياة الجماعة البلوجر واللي تلاقيهم عايشين في فيلل وبيسافروا كل يوم والطفل اللي عنده 7 سنين اللي بيجيله عربية فيراري والحاجات دي كلها، والشخص التعيس اللي بيشوف الحاجات دي بيجيله نوبة من ان انا اقل من الناس دي ليه، والناس دي احسن مني في ايه، الناس دي ايه اللي خلاها توصل لكده، انا ليه اشوف كل يوم لما افتح السوشيال ميديا او الانستجرام او الفيسبوك اشوف شخص كل يوم بيسافر من بلد لبلد وكل يوم بيغير عربية لعربية. انا الحاجات دي بديهيا اي شخص في العالم هيحس بالاحباط لما تلاقي الشخص عنده 15 16 سنة وبيسافر كل يوم وعربية كل يوم والحاجات دي كلها. فهنا الكاتب بيعيش لك الحياة دي وبيقول لك إن الحاجات دي كلها عبارة عن تعابير سلبية. يعني الحاجات دي كلها بتيجي عليك بالسلبية. ولو كملت باقي الفصل ده هيقول لك إنك لازم تعيش الحياة بتاعتك، الحياة اللي أنت عايشها. كل دي عبارة عن تخاريف سلبية. إن البلوجر مش عارف مين بيعيش الحياة الرفاهية. ولو جيت للأصل هتلاقي إن الناس دي يعني 90% منهم هم عبارة عن سبونسر لحاجات كتير. يعني أنا دلوقتي عايز أعمل إعلان عن مثلا عن عربية، فأنا بجيب بلوجر مشهور جدا وأقول له أعمل حاج والنبي اعمل لي إعلان عن العربية دي، فهو بيطلع لك وبيتصور بيها وينزل على انستجرام والحاجات دي كلها. عامل زي كان في بودكاست من كام يوم لشخص ايا كان دون ذكر اسمه، قال لك انت المفروض تسمع كلامي. يعني الفيديو ده كان انتشر على تيك توك والانستجرام والفيسبوك، كانوا عاملين بودكاست كده، اتنين تعبانين نفسيا والله، يعني ده اقل مثال يتقال عليهم. كان يقول لك ايه؟ انت لازم ان انت تسمع كلامي. انا شخص عندي جسم انت نفسك تكون عايزه. انت لما تشوفني راكب عربيه تقول ده انت مش عارف ايه، ولما تشوفني مع بنتي تقول دي مش عارف ايه، وحاجات غريبه كده. فالمجتمع بيظهر لك حاجات انت غصب عنك لازم تتقبلها، او ممكن تعمل حاجه تانية ان انت ما تتقبلش الحاجات دي كلها وانك تعيش حياتك اللي انت عارف ان هي دي الحياه. ما تبصش ان ده راكب عربيه مش عارف ايه يبقى ده احسن مني، لا. انت ممكن يكون عندك حاجات او عندك امكانيات هو مش قادر يوصل لها، بس هو الحياه كده كوكتيل حطيته في الحته دي. فحاول انت تريح دماغك من الحاجات دي كلها، واعرف ان دي كلها عباره عن اكاذيب، عباره عن ناس مصطنعه طالعه في الكاميرا بتصطنع حاجات هي مش دي الحقيقه بتاعتها. فبس هو ده الحته اللي انا كنت عايز اكلم لك عليها النهارده. سلام.